بعد إصابة بوسكيتس في أول 5 دقايق من المباراة كده تشافي اتولد له نجم جديد اسمه كيسي. وعلى كان يعني نقدر نقول إن كيسي ده كان أقرب بكتير جدا الفترة اللي فاتت دي يعني إنه يرحل من برشلونة، لأن هو مش موجود، أو بمعنى أصح كده لما بينزل ما بيأديش الأداء الممتاز. ولكن في المباراة دي الأدوار الدفاعية والأدوار الهجومية اللي قام بها كيسي في المباراة دي كانت على أعلى مستوى. بصراحة تحس كده ان هو كان على دماغه حمل تقيل اسم بوسكيتس وهيفضل يلعب طول الوقت. انا دلوقتي هلعب. ويمكن اصابة بوسكيتس لسه ما اتشخصتش سواء كانت هتقعد فترة طويلة او هتقعد فترة قليلة، ولكن تشافي هيكون ليه رأي تاني الفترة اللي جاية، وتمسكه ببوسكيتس ممكن ينزل شوية، في حين ان كيسي قدم مباراة دفاعية هجومية غير عادية. كلام في الكورة مع احمد نصر بعد مباراة برشلونة وسيفيا. يلا بينا نبتدي، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناة لو انت اول مرة تشوفه. المباراة ابتدت بالاسلوب الجميل جدا اللي بيبتديه برشلونة، او يعني بينهجه برشلونة مع الفترة الأخيرة ليه، أو بمعنى أصح كده كل اللي أنت شايفه ده وبرشلونة لسه التروس ما ركبتش. أنا عندي قناعة، تختلف معايا تتفق معايا دي براحتك، سواء أنت مدريدي برشلوني أي فرقة في الدنيا. أنا عندي قناعة إن فرقة برشلونة دي مع تشافي لسه التروس ما ركبتش، وإن هو وحش أوروبا القادم، وإن هو لو التروس عملت كده محدش هيقدر يغلب الفرقة دي. كوندي في اليمين قايم بأجمل وأقوى المستويات، أروخو على الشمال سواء كان بالدي ولا ألبا، اللي بالمناسبة ألبا سجل هدف يعني النهارده بتكمله هجوميه غير عاديه بتفكرنا بألبا بتاع زمان. ويمكن نقول ان جوردي ألبا يعني في الماتش ده يعني بيبين لك ان هو عنده لسه عنده وقائد من الكباتن الموجوده في الفريق، اللي كان بصراحه المباراه دي بيقدم فيها برضو الادوار الدفاعيه والهجوميه الغير عاديه. تشافي وكره تشافي، هو تشافي ما بيسيبش الكره للخصم، ودايما بيتحرك ككتله واحده. يعني فرقه برشلونه هي كلها مثلا هنا كده، يعني هنقول مثلا ان ده خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم. الثلاثه دول بيتحركوا من هنا لهنا لهنا لهنا. مفيش خرم ابره تعرف تنقل فيه، ولا ان انت تعرف تنط من وراهم، ولا ان انت تعرف تهاجمهم، ولا لابد ان انت تلاعب برشلونه على الكاونتر اتاك ده ان عرفت تاخد الكره من رجليهم. ولو خدت الكره من رجليهم لابد ان انت تكون منظم هجوميا جدا، عشان اكتر من نقله نقلتين الكره هتتقطع منك. لان تضييق المساحات وخنق اللعب اللي بيعرف يعمله تشافي عالي جدا جدا جدا. ففكرة ان في المباراة زي دي كان عندك مهاجم زي يوسف النصيري وخرجته، دفعت ثمنها كويس جدا في المباراة اللي زي دي، وابتديت ان انت تلعب 5 في الوقت اللي برشلونة اصلا كانت بتسجل فيه الهدف الثاني. يعني لما انت جيت تأمن عشان خاطر تعرف تستغل المرتدات ما قدرتش، برشلونة ما سمحتلكش. وزي النهاردة برضو ما فكرة ان كيسي ظهر من جديد في الساحة، ونقدر نقول ان هو ادى نموذج للستة اللي هو الراجل اللي بيلعب هنا بصورة مختلفة لتشافي، وان ممكن الفترة اللي جاية يبص عليه بصة تانية. يعني هتلاقي ان في كوكبة ما بين ديونج وبيدري وكيسي. الثلاثة دول بيقدروا ان هم يعملوا اللامركزية والعشوائية في نص الملعب المفيدة جدا لتشكيلة برشلونة. يعني هم 3 هنا ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا كده، ممكن يبقوا بالتشكيله اللي تعجبك، وده اللي مميز قوي خط النص بتاع برشلونه ومخليه قادر يسيطر على كل شبر في المباراه. لذلك سيفيا لما فاقت وحاولت انها تجمع اللعب تاني، او على الاقل تستغل المساحات اللي في ظهر جوردي ألبا هنا في الحته دي، ما قدرتش، ما فاقتش. يعني برشلونه ما ادتلهاش المساحه، ما ادتلهاش الفرصه. برشلونه الضغط متواصل لدرجه كبيره جدا، نسبه الاستحواذ لبرشلونه كانت عاليه جدا الفتره دي. برشلونه بتعيش
ازهى عصورها. ويمكن كمان نقول ان جافي او غافي بقى في اسبانيا كان بيلعب 8، يعني بيلعب مركز 8 هو بدري. في برشلونة دلوقتي بيلعب هاف، وهو بالمناسبة هاف مثمر جدا. وبعد كده كمان لقينا بقى شوية ان الطرف الثاني، الفكره الثانيه، ما زال رغم ان رافينيا ابتدى يفوق شويه او ابتدت كيمياء تمشي شويه، الا ان عثمان ديمبلي كان بيقدم اجمل مستوياته لحد الاصابه. يعني لحد قبل ما يتصاب هو بيقدم اعلى مستوياته، خصوصا ان النسخه دي هي النسخه الاقوى لعثمان ديمبلي، هو النسخه الاثمر لعثمان ديمبلي. لان الفتره دي عثمان ديمبلي يعني اللي فتره الماتش مش المباراه اللي فاتت اللي قبلها يعني كان عامل جبهه قويه جدا، مش مدي مساحه لحد يلعب فيها. فبالتالي كان فرصه ان يعني لاعب زي رافينيا يظهر تاني كانت صعبه. فبالتالي الفرصه جت لرافينيا ورافينيا استغلها احسن استغلال. يعني نقدر نقول شويه في تذبذب في المستوى، ولكن بتمريره يعني نقدر نقول ايه، بعقليه برازيليه فيها فن، خرج لبره وراح مدخلها الناحيه الثانيه خالص في البعيده. لان هو لو انا اقول لك على حاجه، هو لو كان شاطها كنت هقول لك ده مكواجي، يعني ده مكواجي. لكن هو عمل الخارج عن المألوف، وان حط الكره في البعيده، مررها طويله من هنا لهنا خالص عشان يجي جافي اللي بيكمل دايما ورا اي كوره ويسجل هدف. وكانت جمله جميله جدا ورؤيه حلوه جدا من رافينيا. اذا رافينيا الفتره اللي جايه هيكون ليه دور مع تشافي. السكواد بتاع تشافي كويس جدا، بس انا اقدر اقول ان لابد زي ما انت قدرت تلاقي بالدي، قدرت تلاقي كوندي، قدرت تلاقي كافي، قدرت تلاقي رافينيا، عثمان ديمبلي، وكمان قدرت انك تلاقي بدري وكيسي، لابد ان الفترة اللي جاية تدور على 9 في الحتة دي يكون قوي جدا وصغير. لازم فوقان برشلونة الفترة اللي جاية ان ليفاندوسكي مهما كان لعيب فهو كبير في السن، مهما كان مخضرم فهو برضه كبير في السن، مهما كان خبراته مفيدة فهو برضه كبير في السن. فليفاندوسكي رصيده يعني انت عارف نهايته فين. يعني انت عارف ان يعني السيزون ده، السيزون اللي بعده، السيزون اللي جاي، انت عارف ان ليفاندوسكي يعني هيجي في حته ويقول لك ستوب شكرا انا مش قادر اديك. يعني هو مش هيقدر يديك ال 90 دقيقه. لذلك كل اللي انا اقدر اقوله ان برشلونه كفرقه منظومه هي منظومه مميزه جدا. سيفيا غلطت في تغييراتها، ولما جت تلم الدنيا وقعت خالص وما قدرتش انها تستعيد الثقه تاني. برشلونه يمارس يعني الشيء اللي هو كان مفتقد، ورغم ان هو غريب ازاي يفتقد عن فرقه مليئه بالبطولات زي برشلونه، بس استعاد تاني الصداره وبيحافظ جدا، واستغل اللي يعني اللي هي ايه الهديه اللي قدمها له ريال مدريد. وقدر ان ريال مدريد النهارده يعني عشان هيواجه النادي الاهلي المصري في كاس العالم للانديه، فالنهارده اتصاب من عنده 6 لعيبه تقريبا او 4 في المباراه، وخسر من ريال مايوركا باين ولا مش عارف اسمها ايه. فكانت دي اجمل شيء، يعني انت تشوف النهارده ان برشلونه بيوسع الفارق ما بينه وما بين المنافس التقليدي هو ريال مدريد. كمان من ايجابيات اليوم هو ان يعني برشلونه ظهر لها بوسكيت، ظهر لها رافينيا. يعني رافينيا النهارده سجل وصنع، كمان كيسي سجل، سوري قصدي صنع. كيسي ظهر بصوره جيده جدا رغم ان الخروج بتاع بوسكيت كان بدري، بس المنظومه كمنظومه قدرت انها ما تحسسكش ان في فرق او في احد التروس المهمه جدا زي بوسكيتس في الملعب. يعني الفتره اللي جايه برشلونه زي ما نقول كده عامله زي انا شايف ان هي وحش صغير بيكبر، هيكبر هيكون صعب انك تهده، وخصوصا ان العناصر الشابه اللي في برشلونه عاليه جدا. هنشوف الزمن هيقول ايه والوقت هيدينا ايه. كان معاكم احمد ناصر، ما تنساش وانت خارج تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد ناصر مره تانية، الى اللقاء.